5 رصاصات أنهت حياة المحامي حيدر العيساوي في الحيدرية شمال النجف الأشرف هاي جبتها عندنا من الصبح للساعة في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع الجميع ومن أمام المحكمة. جريمة قتل ضحيتها رجل قانون نتيجة خلاف شخصي سابق بسبب كسبه لقضية توكل بها وهدد مسبقا على إثرها فلم يساوم بحسب ما يروي أخو الضحية. تم اغتيال أخي المحامي حيدر حسين قرب محكمة تحقيق ناحية الحيدرية. سابقا كان اكو خلاف شخصي مع بعض الأشخاص. هؤلاء الأشخاص تجرؤوا وقاموا بدسه بالسيارة إضافة إلى كسر يده. تم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص المتهمين من قبل محكمة تحقيق ناحية الحيدرية، وبعد فترة وجيزة تم إطلاق سراحهم بكفالة. محامون استنكروا ما يحدث من استهداف لشريحتهم، عازين أسباب تكرار مثل هكذا حالات إلى العنف المستشري والسلاح غير المرخص. نرى في الآونة الأخيرة ازدادت حالات الاعتداء على المحامين وتصفيتهم بسبب أداء مهام أعمالهم كمحامون في القضايا التي يتولون صفة تمثيل أحد الأطراف فيها، وهذا يرجع إلى العنف المستشري في المجتمع وكذلك السلاح الغير مرخص. لم يفلت الجنات من قبضة رجال الأمن الداخلية، فسرعان ما تمت ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم خلال ساعات محدودة. 8 أشخاص متورطين بالحادثة وتاسعهم هو المتهم الرئيس. حددنا من أصحاب الحق الشخصي الأشخاص اللي حسب ادعاهم قاموا بجريمة القتل. على الفور توجهنا على العناوين، وزعنا قوتنا وتوجهنا إلى أوامر قبض قضائية. أخذنا أوامر القبض من قاضي التحقيق في الحيدرية. ألقينا القبض على الأشخاص المطلوبين. الشخص الرئيسي في جريمة القتل لاذ بالفرار باتجاه محافظة كربلاء، تم مطاردته جراء حادث أيضا مروري تسبب به. تم إلقاء القبض عليه وإيداع التوقيف. وتبعث وزارة الداخلية في النجف الأشرف رسائل اطمئنان إلى النجفيين من خلال ملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم وإنهاء الجريمة والقضاء عليها وفق القانون. من النجف الأشرف محمد الغالبي، وان نيوز.